السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب الثانوية الأزهرية عاملين إيه؟ طمنا عليك، إيه الأخبار؟ كوباية الشاي الجميلة بتاعتك وتعالى، ماشي؟ تراست مي أيام دكتور كما قال الجوهري. ربنا يديه الصحة ويبارك فيه يا رب. طبعا أنا عارف أنت زعلان مني، هتقول لي ليه؟ أقول لك عشان أنت خرجت من امتحان الفيزياء ما لقيتش فيديو الصرف نازل، خرجت من امتحان الفيزياء ما لقيتش أخوك بيطمن عليك، حقك عليا أنا آسف، بس والله العظيم يعلم الله إن الضغط والزنقة اللي الواحد كان فيها والله العظيم. كان عندنا امتحان ورحنا الامتحان خدنا على قفانا عادي، ياما هناخد على قفانا. في البدايه قبل ما انسى انا عامل لك ما تنساش تخش في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه تحت في وصف الفيديو، ما تنساش تخش في جروب التليجرام. تاني حاجه انا بدات اعمل توكس مع الدكاتره وكده، اساتذه عندنا في كليه الطب، فهسيب لك لينك الانستجرام بتاعي وهعمل فولو ان شاء الله، نبقى ناخد منهم النصائح الثانويه والحياه العمليه عموما، هتستفيد ان شاء الله. ما تنساش الفولو. يلا بينا نبدا الفيديو. مبدئيا طمني، عملت ايه في الصرف؟ الصرف كان عامل ايه؟ في قصة جميلة جدا في الصرف، عايز احكي لك. احكي ونحكي نحكي. بص، انا ممكن جدا ان انت النتيجة اللي بتاخدها هي نتيجة تعبك في المادة ومش حلك اخر السنة. مثال، انا الصرف مثلا اجتهدت فيه جدا وحليت فيه جدا وكنت حافظه كويس جدا، لدرجة ان انا في شهر 3 رحت مسابقة اوائل الطلبة هنا في القاهرة، انا كنت في سينا وجيت هنا اوائل القاهرة. فقالوا لنا ان اللي هيحط لنا الامتحان هناك هو المستشار اللي هيجي اخر السنة وهنقعد معاهم كده، فعلا ده حصل. فكنت مجهز اسئله جدا في ماده الصرف للمستشار وكده يعني، فاروح اسال يقول لي انت جايب الاسئله دي منين؟ او معايا كده كتاب المرشد وراح اساله، فبيقول لي انت هتسال، انت الاسئله دي من فين؟ انت مذاكر من فين؟ من كتاب؟ قلت له كتاب خارجي. قال لي لا، تتروح تعيد لي المذاكره دي كلها تاني من كتاب المعهد. وخد كام؟ روحت في شهر 3 ذاكرت من كتاب المعهد تاني من اول وجديد ماده الصرف. تفاجأ بآخر السنة أنا داخل الامتحان، أول سؤال في الامتحان، أول سؤال كان كان سؤال على الموضع الثالث في المواضع العشرة، وأنا عملته الموضع الثاني. تمام. فأنا خارج زعلان جدا إن أنا نقصت درجة، إزاي أغلط في الصرف؟ إزاي أغلط في الصرف؟ ده أنا مذاكره كويس وعصره وي وي وي. تفاجأ آخر السنة أنا مقفل. إيه ده؟ إيه الحالة دي؟ فسبحان الله يعني، سبحان الله. أنت بتاخد على قد تعبك، وكرم ربنا في تصحيح كبير قوي بجد. تمام. خش على الفقه. مادة الفقه هي من أصعب المواد، أصعب المواد بجد في المواد الشرعية كلها. وده طبعا لأن أنت عندك فقه وميراث. يعني بالنسبة للميراث أنا عايز حضرتك يبقى معاك كل يوم، كل يوم أنت بتحل، كل يوم أنت بتذاكره عشان يتحفظ كتير، عشان يتكرر كتير. سؤال كامل ب8 درجات، مش عايزين نضيع فيه ولا درجة. وعايزك بالله تركز في المسائل، أنت لو غلطت في المسألة درجات المسألة كلها راحت. تمام. لو سمحت من فضلك ركز في المسائل كويس جدا، ركز في المسائل كويس جدا بعد إذنك. نرجع تاني للفقه. مبدئيا امتحان الفقه هو من الامتحان اللي بيجي اما متوسط واما يعني عايز ابن مالك يحله. تمام. عايز الامام الشافعي يجي معاك في اللجنه. فامتحان الفقه عايز حد مذاكر بضمير، عايز حد ايه؟ مذاكر بضمير. يعني ايه؟ رقم واحد، حافظ تعريفات كويس، حافظ تعريفات كويس. رقم اثنين، ادله كويس وما بيلخبطش بين الادله، وما بيلخبطش بين الدليل الرئيسي في الدرس وبين الاحكام الفرعيه اللي عليها ادله. الحاجه الثالثه، حافظ احكام كويس، اللي هو لا يصح يبقى لا يصح، مش لا يجوز. لا يجوز يبقى لا يجوز، مش يحرم. يحرم يبقى يحرم. لا يحرم يبقى لا يحرم، مش يجوز. لا، حافظها زي ما هي، لا يصح، يحرم، يجوز، لا يصح، الكلام ده كله. تمام. لو انا حافظ زي هي بالظبط. تمام. لان هيجي اخر السنه، هو يا حبيبي اخر السنه هم مش فاضيين كل واحد يقعد يحاول يبرر اجابتك او يقوي اجابتك، احنا مش فاضيين. احنا عايزين نخلص، بيبقوا قاعدين في اوضه حتى ما فيهاش مروحه زي دي، فهم يا عيني في الصيف مخنوقين. فحبيب قلبي انت ما تحطش صباعك في حدث حد، اعمل اجابتك صح، ما تخليش حد يمسك عليك حاجه. تمام. يبقى تاني، الفقه قلنا تعريفات كويس، ادله كويس، الدليل الرئيسي بتاع الدرس، الدليل بتاع الاحكام الفرعيه، تحفظ الاحكام كويس، علماء ثم علماء ثم علماء، علماء اللي هي الاسماء اللي بين اقواس دي تحفظها كويس جدا، ابن الرفعه والماوردي والكلام ده كله تحفظه كويس جدا. ايام في وقت امتحاناتي في سنه 24 دخلنا اول يوم كده حرفيا 6 درجات علماء 1%، 6 درجات، اللي هو يعني لك ان تتخيل ايه ده ان هو حد مش مذاكر علماء داخل كده اول مره خد كشاف في وشه كده على طول. لا، فبعد اذن حضرتك ذاكر كويس بضمير واتق الله. تمام. نيجي بقى اهم حاجه واللي كل بقرا عنها اخر سنتين، وهي المقارنات. اخر سنتين بقيت تشوف مقارنات غريبه، يعني يجي لك قارني بالاضحيه والعقيقه، ومش جايب لك وجه مقارنه، انت اللي تقارن وتكتب وتعمل كل حاجه. تمام. السؤال ده كان في امتحان انا، مش فاكر السؤال اللي كان في امتحان السنه اللي فاتت.
فعايزك تذاكر المقارنات كويس جدا. المقارنات ممكن الكتب الخارجيه تبقى عامله كده مقارنات حلوه، ذاكرها. تمام. ومش عايزك تذاكر اللي هو انا لازم بحافظ المقارنه دول. لا، انت كده كده مذاكر الدرس، بس الفكره بقى ان انت تقارن بينه. انا عايزك تذاكر، وحتى انت لما تقرا المقارنات هتعرف اوجه المقارنه ايه، التعريف، الحكم، مش عارف لو حصل الدليل من الكتاب والسنه، الكلام ده كله. انت فاهمني؟ فانا الفكره كلها ان انا عايزك تقرا المقارنات عشان تاخد فكره عنها. انما انت كده كده مذاكر، انما مش تروح مثلا مذاكر الدرس وعايز كمان تحفظ المقارنات. طب يا حبيبي، ما كده كده المحتوى اللي في المقارنه او في المربع ده انت كده حافظه. هو الفكره بس ان انت توظفه، ان انت تكتبه في المكان ده، او تجيب وجهين مقارنه تقارن بيهم. تمام. رجاء ماده الفقه، المواد الشرعيه كلها ما ينفعش نضيع فيها ولا درجه. المواد العربيه كلها ما ينفعش نضيع فيها ولا درجه. الحمد لله انا مقفل مواد شرعيه القران 210 210. العربي النص فيه 4 درجات، درجتين ادب ونصوص، ده طبعا لما يجي وقتها بقول لك ليه، ودرجه في البلاغه وهقول لك ليه، ودرجه في النحو. وانا قلت لك ليه، عشان ما كنتش ذاكرت من كتاب المعهد كويس، كنت بذاكر من كتاب خارجي. تمام. الغلط ده عشان ما ذاكرتش من كتاب المعهد. فرجاء بعد اذن حضرتك شد حيلك، شد حيلك، مهما كان اللي عملته، مهما كان اللي غلطت فيه، مهما كان انت هببت ايه، مهما كان انت عملت ايه، غلطت كام درجه، نقصت كام درجه، لو سمحت كمل. لو سمحت بعد اذن حضرتك كمل. ما حدش هيجي يمسكك من ايدك كده ويخليك تكمل، انت اللي في ايدك تعمل كل حاجه. فبعد اذنك، بعد اذنك كمل. الطريق خلاص بيخلص في وقت قليل. كلها حرفيا بتتكلم في 20 يوم امتحاناتك تخلص، ولا مش عارف كام يوم يعني. يعني بتتكلم في 3 اسابيع. فبعد اذن حضرتك ركز من فضلك. كفايه لو ضيعت فكفايه اللي ضيعته، واستدرك ما بقى. يعني حاول تقفل في كل اللي جاي. ومش صعبه، مش صعبه، زي ما في غيرك هيقفل انت كمان تقدر تقفل. بس الفكره انك تذاكر بضمير، ذاكر بضمير، هات اخرك. وربنا يفرحكم يا شباب، وما تنساش كده الدعوه حلوه لو سمحت. السلام عليكم.